اولا انا بحييكم على تشريفكم لينا النهارده. انا بس بسم الله الرحمن الرحيم، انا مش هعلق كتير على كلامك يا دكتور عاصم، لكن على نقطتين بس. بقول لك ايه يا صقر، قول يا لقط قول. لما بنقول لكم ان النمو السكاني هياكل البلد دي، احنا ما بنخوفكمش. احنا 80 مليون او 90 مليون ويقول لك ده عبء، وانا لا ارى هذا ابدا ابدا انه عبء، ده ثروه قوميه ان يكون عندك 90 مليون. شكلك زباله عندي. هل يرضي ربنا ان اللي احنا كنا فيه من 100 سنه نبقى كده، وبعد ما الدنيا كلها تقدمت زي ما احنا نبقى كده باللي احنا فيه دلوقتي؟ مصر كانت على مدار 60 عاما محكومة حكما عسكريا. طب معلش ممكن تعيد بس عشان كنت سرحان في قضية أمن قومي كده؟ يا جماعة احنا محتاجين نعرف كويس قوي ليه احنا بقينا كده، عشان ما تتهمش الدولة تقول الدولة فيه. بس هو ده طبيعة حكم عسكري، أي بلد يدخل فيها حكم عسكري يحصل كده. أي بلد. ده يرضي ربنا. بص يا صبري، خلينا نتفق على حاجة مبدئيا. لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا. في حد ورا مني يعني متدين، هي دي الأمة، دي الأمة اللي كل شامة. عارفين التعبير ده ايه؟ ده حديث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أمة شامة، شامة يعني ايه؟ علامة. الأمة دي علامة؟ أنا مش هاكل، أنا مش عارف أعلم، مش عارف أعالج، مش عارف أشغل، مش عارف أسكن. تاني بقول لكم، لو فضل نمونا السكاني بالطريقة ديت محدش هيقدر يحل المسألة، ولا أنا، محدش هيقدر. محدش يقول لي إنه أصلها ملهاش حل، أصل دي تركة فساد موروثة من العصر السابق، سنوات من الفساد ما احنا عارفين. تقيلة عليك الشيلة؟ ما تشيلش. مش محتاجة حاجة يعني. خلاص ارضوا بقى، ما تقولوش إيه أنا ما افتكرش حد هيقدر يعمل أكتر من اللي احنا بنعمله، والله ما حد هيقدر يعمل اكتر من اللي احنا بنعمله ده. بس يا عصفور، بس انزل من على المسرح خلاص، برافو عليك. شوف انا هقول لكم على حاجه، البلاد اللي زي حالتنا دي عايزه 3 حاجات، يا اما صبر وعمل. ها؟ قول اي كلام بقى، قول اي كلام بقى عشان اتزنق. المسار التاني ان احنا نسيب البلد دي يعني تضيع بقى، مفيش فايده. يعني مش عايز اقول كلام ملوش لازمه. ايه ده؟ تاني؟ انتوا مفيش فايده؟ مفيش فايدة. بالنمو السكاني بتاعنا ده على الموارد المتاحة عندنا، هل احنا في الأقل ولا في الفوق؟ عشان ما أخبيش عليكم، في الأقل. حد يقول لي الله، يعني في الأقل تقوم تعمل اللي أنت بتعمله ده؟ واحد يقول لي إيه؟ طب ما اللي أنت قاعد فيه ده إيه؟ والمعصمة اللي أنتوا بتعملوها دي بتعملوها إيه؟ شوفوا احنا انت يعني كلام جاي. إيه أنت فاهم حاجة؟ لا بس عشان يبص لي. واحد يقول لي كده، يعني أنت بنام أنت بتقول أقل، خلينا بقى نقعد في العشش، مش كده يا دكتور مصطفى؟ لا يا جماعة، لا مش كده. ده مجنون ولا ايه؟ مجنون، ده لسه دلوقتي هيخرس. يعني انا اسمع كتير يقول لك ايه، انتوا بتعملوا شبكه طرق ليه؟ ايه الكباري ديت؟ طب ادونا ناكل. ما انا لو ما عملتش كده انا هظلم الجيل ده والقادم والله. شبعنا كباري، ده احنا بنمضغ رمل وصلص. خلاص وقف الكباري وقوم البطون. يا جماعه يا بتوع ربنا، انتوا مش هتقعدوا تدعوا بقالكم 50 سنه بتدعوا، تصدقوا بالله انتوا بتظلموا الدعاء، والله العظيم بتظلموا الدعاء. خد يا عصفور، خد السبحه دي، سبح ربنا عشان ربنا يغفر لك. أي نظام عسكري يا إخواني ما تسيبوهوش يطول ولا يرحرح، يوم ما يرحرح أنت وابنك وحفيدك، وهتشوف حفيدك قدامك كده ويبقى مش فاهمك، وهتقول له معلش يا ابني سامحني والله أنا اللي عيشتك في الذل ده، هيغطسونا 60 سنة مرة. الشرقي.